تعالوا اعرفكم على قصة زكريا اللي مصاحب دكتور جلدية. زكريا هو احد اصدقائي الاعزاء، وكأي حد صاحبه دكتور جلدية طبعا بيسأله على كل صغيرة وكبيرة، مش كده؟ لا للأسف، زكريا العكس تماما. الحقيقة ان هو كان مريض صدفية، وانا شخصته من سنين طويلة، وكأي مريض صدفية بيتابع حالته بشكل مستمر، صح؟ لا برضه زكريا مصمم يبقى مختلف. كل فترة والتانية كنت بقابل زكريا والاقيه بيقول لي الصدفية رجعت تاني. رجعت ازاي؟ طب تعالى بص عليك في العيادة عشان نشوف ايه الوضع واكتب لك العلاج المناسب. ما هو مش معقول هنقلعه ونكشف عليه في القهوة، لا يجوز يعني. زكريا يجي بقى؟ طبعا لا، بيطنش وبيقرر يقوم يدور على علاج الصدفية القديم اللي كنت كاتبه له ويمشي عليه من نفسه. بس الصدمة ان العلاج اللي كان بيمشي عليه يومين ثلاثة والصدفية بتروح مش جايب اي نتيجة، بالعكس ده الوضع بيسوء اكتر واكتر والهرش عمال يزيد. علشان حظه الحلو يخلينا نتقابل في فرح احد الاصدقاء ويحكي لي المأساة اللي بيمر بيها دي. وهنا قلت له انت لازم تجي لي العيادة بكرة، وحجزت له ميعاد بالفعل اجباري. وفعلا في اللحظة اللي كشفت على زكريا اتفاجئت واتصدمت. زكريا انا عندي خبرين، واحد حلو والتاني وحش. الخبر الحلو ان الصدفية ما رجعتش ولا حاجة، والخبر الوحش ان اللي عندك دي تنية حلقية.